بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم، مع هذا اللقاء الجديد في سلسلة الملصق التغذوي. يعني دائما في هذه الحلقات نستذكر ونستمتع ونفهم بعمق صراحة قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا سلام لو نظرنا، ولو نظر كل الناس كبير وصغير والمسؤولين قبلنا إلى هذا الطعام وماذا يدخلون لنا من أطعمة مكتوب عليها كل أنواع الضرر، كان إحنا اليوم بخير. اليوم نتكلم على مكعبات تضاف إلى مرقة الدجاج وتعطيها كما يقولون النكهة، ولكن تعالوا سويا نقرأ ماذا تحتوي هذه المكعبات. هذه المكعبات تحتوي الآتي: طبعا زيوت نباتية، تمام، طحين أبيض، الجلوتين، سكر، مواد منكهة. تعالوا نشوف المواد المنكهة. المفروض يشيلوا كلمة منكهة ويكتبوا بدلها مصائب. مونوصوديوم جلوتاميت، يعني هذا كبيرهم الذي علمهم السحر. هذا مصيبة المصائب. دائما بنشكو من صداع واحنا مش عارفين ليش عندنا صداع، بس شاطرين ناخد اكامول وباراسيتامول. طب وقفوا المونوصوديوم جلوتاميت، هذا جلوتامات احاد الصوديوم، وشوفوا كيف الصداع حيروح. وهذا بقول لك ايش؟ لا النكهه قال ولا المذاق. ولعلمكم هذا واحد من مسببات السرطان الرئيسيه، وهذا الكلام اصبح مش مثبت وبس، كثير مثبت، وهناك آلاف الدراسات حول هذا الموضوع استهلك في النقاش كمان. كذلك يحتوي على الجوانيلات ثنائي الصوديوم. الجوانيلات ثنائي الصوديوم هذه بترفع حاجة بنسميها اليوريك أسيد. يعني الناس اللي عندهم النقرس على سبيل المثال، والناس اللي بتوجعهم مفاصلهم، الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، الناس اللي عندهم مشاكل أيضا ضغط والسكر، دايما بنسمي اليوريك أسيد هذا الأخطبوط. ليش أخطبوط؟ لأنه له علاقة في العظام، وله علاقة بالسكر، وله علاقة بالضغط، وله علاقة بأمراض الكلى. والأفندي لجوانيلات داي الصوديوم جوانوليت، اللي هو جوانيلات ثنائي الصوديوم، اللي هي موجود ضمن المنكهات. شايفين كلمة ما أحلاها، منكهات. وهذا بنقول ليش بنطبش. بعدين حاطين لنا، طبعا حكيت عن الزيوت النباتية، حاطين بعض ايش؟ الأعشاب. شوفوا كيف بيضحكوا علينا. يعني الناس طبعا مش فاهمة ايش لما تمسك الصنف، لا فاهمة ايش يعني جلوتامات احاد الصوديوم ولا ثنائي الصوديوم. لكن لما تقرأ تشوف بصل وبودرة البقدونس ومستخلص الخميرة وبعض السبايسز، حاطين بلاك بيبر اللي هو الفلفل الأسمر، حاطين الكاردموم اللي هو الهيل، حاطين السيناموم، القرفة، الكلوف، القرنفل، الكركم، حاطين بقول لك كمان نكهة طبيعية من الدواجن، مش عارف من وين ماخدينها النكهة الطبيعية هذه، تمام. وكراميل حاطينه كمان، والاي 150 دي. طبعا هذا كل الاي 150 دي هذا برضو من المواد الضارة جدا، واحد المواد المسببة ايضا للسرطانات للاسف الشديد. اذا هذا هو. وبعدين حاطين بقول لك الحليب وبيض عشان يكملوها، حليب وبيض طبعا. اذا احنا في عندنا، تعال نشوف كم مصيبة موجودة عندنا في من اللي حكيتهم. زيوت مهدرجة، طحين ابيض،
جلوتامات أحادي الصوديوم، الجوانيلات ثنائي الصوديوم، وكمان في الايزوزينات ثنائي الصوديوم، وكلهم عبارة عن ايش؟ قلنا ما يسمى او ما يطلق عليه بالنكهة. مش عارف ايش هالنكهة اللي بدهم يضيفوها وبدهم يعتمدوا عليها. اذا هذه التركيبة، وغشونا بشوية حبهان وقرفة وكركم عشان إغراء، يعني لازم يحطوا لكم شوية مغريات في الموضوع. طبعا هذه كلها تضيع فوائدها مع مين؟ مع المصائب اللي ذكرناها. طب ليش احنا عايزين هذا الكلام؟ كل هذا عشان نكهة؟ طب احنا ممكننا نعمل هذه النكهة وهذه الإضافات اللي حطوها من البصل والقرفة والهذا نضعها احنا. لما نجيب عظم الدجاج، لا أريد أن نتكلم على عظم البقر أو شوربة السمك أو ما شابه ذلك، خلينا مش هو دواجن؟ بدي أروح للدواجن، بدي أجيب القفص وأجيب العظم الدواجن، وهذا بنعطب بلاش، يعني حتى التكلفة صفر، وبضيف عليها المنكهات تبعتي. بدي أضيف عليها القرفة وأضيف عليها ورق الغار، وبضيف عليها حتى ورق الغار هنا مش موجود، بضيف عليها حب الهان، بضيف عليها البصل، بضيف عليها ما أريد. خيرات التوابل كثيرة في المنزل، بدك تضيف عليها كركم ضيفي، لكن ما عندي مواد مدمرة، ما عندي مواد مسرطنة، ما عندي مواد ترفع اليوريك أسيد، ما عندي مواد بتسبب إدمان وطلب على الصنف، لأنه احنا ذكرنا سكر وملح والمواد الدهنية إن التقوا مع بعض في وسط ساخن، هذا يؤدي إلى تكوين مادة لها أثرها على الدماغ، ويصبح هذه النكهة هي فقط التي يطلبها دون أي نكهة أخرى. عرفتوا ليش الطلب عليها بكون جنوني؟ فعاد صحتكم والله بتهمنا، وزي ما حكيت في كل لقاء في لقاءات الملصق التغذوي، هم بيكتبوا هذا الكلام عشان يخلصوا نفسهم من المسؤولية، وما حد يحاكمهم أبدا، وحيطلعوا هم البراءة وإحنا بتروح علينا. هو لكم حدا قال لك ما تقراش؟ هي مكتوب، اقرأ. تمام؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. انظروا يا جماعة قبل ما تشتريوا، انظروا. تمام؟ والبدائل هي موجودة وسهلة، سهلة وببلاش. لسه هذا بندفع ثمنه فلوس، يعني بنشتري مرضنا بفلوس. احنا هذا أجمل. شوفوا، بنشتري بفلوس وبنتعالج بفلوس، وبعدين بنقول في أزمة اقتصادية. صعبة، معادلة والله صعبة. وقبل أن أنهي هذا الفيديو، في ملاحظة مهمة. قد لا أجد هذه المصائب فقط في مكعبات مرق الدجاج، صاروا يحطوا لنا إياها في مناظر وأشكال متعددة، يعني ممكن يطحنوا لنا إياها بأشكال مختلفة، ويبيعوا لنا إياها في أكياس كيلو جرام يعني مطحونة. فبدنا ننتبه، كل هذه الأمور لازم ننتبه لها. وقلنا إحنا يا عمي يخلف عليهم، بدناش منكهات. تمام؟ منكهاتنا إحنا ببلاش، شوية عظم، ورق غار مع فلفل أسمر، حتى بديش لا قرفة ولا غير ولا قرنفل ولا حاجة. طب بيطلع من أطيب ما يكون. فعاد انتبهوا كتير كويس، واقرأوا كويس قبل الشراء. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.